واش كنتي عارف باللي ممكن نحركوا بنايه كامله اللي قدر توصل حتى ل 7500 طن؟ هذه كتسمى اعاده توطين هيكلي. وكيفاش كنديروا ليها؟ اول حاجه كنقطعوا البنايه من الارض وعلى الاساسات ديالها، وكندخلوا تحتها دي بوتر ميتاليك. من بعد كندخلوا في الموضوع هذوك لي فيران هيدروليك اللي هضرنا عليهم، وكنبداو نرفعوها بشويه بشويه. ومن بعد كنحطوها فوق واحد الناقلات آلية كنسميوهم اس بي ام تي. عندهم واحد لي زيسيو، واحد المحاور، كل وحده كتحرك بوحدها. النتيجه البنايه كتبدا كتحرك حرفيا، وما حتى كتحرك وحنا كنراقبوا الوزن، الميلان، لي فيسيور، التشوهات الى اخره. ولكن علاش اصلا نهزو بنايه كامله؟ يقدر يكون عندنا فيضان، انهيار ارضي، ولا نزاع على الارض، ولا وهذا الاهم يقدر تكون للبنايه واحد البعد عاطفي او تاريخي في هذيك البلاد. واش فراسك بعض المرات النقل كيكلف اقل من اعاده البناء؟ ما ننساوش انه تقنيا هذه العمليه ممكنه، ولكن قانونيا كتبقى محدوده في بزاف ديال الدول. تقريبا انا شفتها غير في الصين وفي امريكا.